ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، حياكم الله جميعا. يا هلا والله وسهلا بالجميع. نعتذر عن طول الانقطاع عن اليوتيوب، خصوصا المقاطع المطولة والتقارير، لكن بإذن الله تعالى بينزل الأيام الجاية الأشياء اللي تعجبكم بإذن الله. احنا مستمرين ننزل مقاطع الشورتس دائما في اليوتيوب، كل يوم يومين مقطع، لكن إن شاء الله اليوم مقطع مطول، حاب إن شاء الله تعالى يفيدك إذا كنت من أهل النفود، فالله يحييكم جميعا. قبل ما نبدأ مقطعنا يا جماعة الخير، أنا منزل مقطع قديم تحصلونه في قناتي بعنوان السواقة في النفود. مقطع مفيد يعلمك التجهيزات، يعلمك بعض الأشياء في النفود، تقدر ترجع وتستفيد من المقطع. اليوم إن شاء الله تعالى نحاول إنه ما يكون في تكرار للأشياء اللي ذكرت في المقطع السابق، وإن ذكر في شيء، إن صار في شيء تكرار، هو بيكون إن شاء الله تعالى مزيد إيضاح حول أي نقطة نذكرها، فالله يحييكم جميعا. وعلشان حرصي على المتابعين اللي بيتواصل معي، دائما أنا أقول للشباب التواصل يكون عن طريق البرنامج سناب شات، لأني دائما أنا عندي برامج كثير، عندي تيك توك، عندي انستغرام، عندي يوتيوب، فصعبة إني أفتح الخاص في كل برنامج. فموحد أنا الموضوع ومخلي دائما التواصل والردود والتفاعل على البرنامج الأصفر اللي ظاهر أمامكم، فتشرفوني، الله يحييكم جميعا. اللي عاد ما يحمل السناب شات يقدر يتواصل معي عن طريق الإيميل موجود في قناتي، واتشرف بكم جميعا. وأي شيء يفيد الناس حنا حاضرين، ولو تأخرت ما رديت عليك أرسل مرة ثانية، وابشر إن شاء الله تعالى باللي بيض الوجه. وهذا موترنا، الله يبارك يا رب. وعلى ما قالوا اللي يسألون، كثير متابعين يسألون، الفتك لا زال موجود، بس كنا يمكن مقللين ننزل مقاطع خاصة في اليوتيوب مطولة عنه. تعرفوني يا شباب انزل تقارير دائما عن السيارات. موتري هذا انا منزل عنه تقرير، او ربع الفتك عموما منزل عن تقرير قديم بتحصلونه في القناة موجود. طبعا التحديثات مثل ما تشوفون واضح لكم، الكشافات الصفر هذه نوعها طبعا ما شاء الله تبارك الله عدسة، تجي عالي وواطي وليزر. انا بدل ما انه فاضي وكاله موتري اصلا ما في كشافات، قلت خلينا نركب لنا شيء يفيد ويجمل. وموجوده عندي ايضا في السناب رقم اللي يوفره، فالله يحييكم جميعا. وش التحديثات؟ ما في اي تحديث صراحه على الموتر، اللهم نحن سوينا له تصفيه كامله قبل، وغيرنا البلف اللي كان عندي فيه مشكله، وغيرت هدرزك كامل ودبه جديده، كل شيء جديد يعني من ناحيه التصينات والتجهيز اللي يكون خاص بالشتاء. والموتر لا زال عليه طقم مساعدات البروفندر 2 إنش من تقريبا 5 سنوات أو 6 سنوات، وياي أدخل فيه 4 سنتين. الموتر ما شاء الله تبارك الله أنا أشوف أنه بالنسبة لي مناسب جدا جدا جدا. حاب أني أرفع مثلا زود، بس تعرفون الربع دائما لو رفعته أو غيرت فيه بيبلشك بموضوع الحرة، فالبليتات لا زالت موجودة، أنا مركبها أصلا حقة التنزيلة تخفف شوي لو كان في الموتر حرة أو شيء. العزبة هي كما هي ما تغير شيء، تانكي 65 لتر ونص، والطبق والأغراض طبعا كلها منزل عنها تقارير في قناتي في اليوتيوب. الله يحييكم، اللي حاب اني يعرف بعض التفاصيل او وده يجهز، انا منزل لكم اشياء كثيره الصراحه، سواء في مقاطعي المطوله او في الشورتس او في التيك توك، كذلك عندي كثير مقاطع. انا الان باتجاه النفود عشان نبدأ نتكلم عن بعض الأشياء المهمة اللي لعل تفيد الناس إن شاء الله تعالى. وأدري إن ما شاء الله أن أكثركم أهل خبرة وأهل معرفة وأخبر مني حتى في مجال النفود ومجال يعني الطلعات البرية عموما، لكن احنا بنتكلم عن بعض الأشياء من باب وذكر بأن الذكرى تنفع المؤمنين، ومن باب إنه يمكن لو يجي بعض الناس مثلا ما عنده خلفية عن دخول البر أو النفود إنه يستفيد من المقطع. جيني أسئلة كثير، مثلا أبو راشد أنا والله ودي بموتر للبر، ودي بموتر كويس للنفود. أنا أقول السوق مليان صراحة، سواء أخذت من شركة تويوتا أو من نيسان أو من شركات ثانية، متسوبيشي، سوزو، أي الشركات، أو تطلع على الأمريكي مثلا السيارة 1150، أي سيارة تعتبر فيها دفع رباعي فيه صالحة أنك تطلع بها للنفود. لكن طبعا تتفاوت من ناحية الجودة، ومن ناحية أنها تخدمك، ومن ناحية أنها تكون سيارة مثلا عملية. أنا أشوف أن السيارات اليابانية في سوق الخليج لا زالت هي المتصدرة وهي القوية، بحكم التضاريس الصعبة والأجواء الحارة، تكون مناسبة أكثر صراحة للخليج عموما يعني. فالنيسان ما شاء الله تبارك الله بتحصل فيها هالوحش اللي هو الواي 61 أو الواي 60 القديم. الباترولات عموما سيارات جدا عملية وممتازة إذا استخدمت الاستخدام
الصحيح. أيضا في أشياء مهمة، إذا خلصت واخترت الموتر اللي أنت بيه للنفود عموما وبتشتريه، هل أنك لازم تسوي عليه تعديلات؟ هذا يرجع لاستخدامك في النفود إيش بالضبط. هل استخدامك والله طلعات بسيطة بمعنى أنك ترقى النفود وتوقف تكشت مباشرة؟ هذا أنا أشوف أن الموتر وكالة بيغطي معك وبيكفيك بإذن الله تعالى. تعليق الوكالة جدا كافي للأمور هذه. إذا كنت لا والله رجال تقول أنا راعي عزب كثير وراعي تطعيس قوي، فأنا أقول لك لابد أنك أي سيارة تاخذها أنك تعدل على نظام التعليق حق الوكالة، لابد تعدل على المساعدات، اليايات، هذه أهم شيء. الباقي جلد مقصرات رياضية والأشياء هذه كلها زائدة، ما أشوف لها حاجة. أهم شيء أنك تركز على أمرين اللي هي السسبنشن، التعليق، مساعدات واليايات، هذه أهم شيء أنك تضبطه. أضف عليها طبعا الكفرات، نوع الجنوط، البيدلوك وغيرها اللي بإذن الله تعالى ما يفسخ الكفر معك. هذه أشياء أشوفها مهمة وضرورية. الراعي النفود عموما إذا كان مع حمولة أو كان قيادته في النفود بتكون قوية يعني، فلا بد من الأشياء هذه أنها تكون حاضرة معك. كل ما صورت مقطع في النفود يجي الناس على الخاص دايم يقولون فلان والله يطعس بموتر ما في دبل، فلان يرقى بصغيرة في النفود. عادي، أنا كل هالأشياء هذه أقدر أسويها وأسوي لي شو نسم كفرات وبيرقى الموتر، لكن ما راح يجمل معك في النفود لأنك استخدمت الموتر في الشيء اللي ما يصلح له. تجيب لي صغيرة ترقى بنفود بترقى، هي بتمشي معك لو نسمت، بتبهذلك ويمكنك تسوي شو وفيلم هندي عشان ترقى نفود، لكنها مو بالاستخدام الصحيح للشيء هذا. سيارات الصيدان عموما استخدامها معروف انه يكون في الطرق المسفلته، حتى ما يكون ولا في طرق ردميه يعني. ثم النفود السيارات الدفع الرباعي للاوف رود، سواء اخذت بيكابات او اخذت مثلا جوب او غيرها. خلونا بس بندخل الان النفود، يعني نتكلم عن بعض الاشياء. والله يا شباب ان المقطع ما حضرت له ابدا، اللي في بالي ابى اتكلم فيه، فاعذرونا على اي تطويل او تكرار لبعض الامور. مثل ما تشوفون الان دخلت للنفود، نوقف دائما اذا دخلت النفود وقف نسم الكفرات، هذا اهم نقطة يا جماعة الخير. كثير من الناس يدخل ما نسم، واذا دخل ما نسم يبي يمشي الموتر عادي ما في مشكلة، لكن احيانا يكون في تغريزة او يكون في شيء فيدق الموتر، ينزل بطن السيارة فينسم، فما عاد يفيدك التنسيم في اللحظة هذه. واحيانا يوصل التنسيم الى ان الكفرات تتفسخ من الجنوط بسبب دقة البطن وبسبب انك نزلت الهواء ازود من اللازم. فانا دائما اقول دخول النفود او قبل دخولك النفود التنسيم ضروري جدا علشان يخف الحمل ايضا على السيارة، هذا مهم جدا. طيب ابو راشد كم مخلي الهواء من كفر الكفر يفرق، لكن بعطيك الرنج او بعطيك يعني التنسيم المناسب لجميع الكفرات اللي انا اشوفه يعني مناسب في حالة عدم تغريز. يعني في حالة دخول نفود دائما الكفرات يكون فيها 15 14 في ذا الحد، هذا الحد بإذن الله تعالى يبي يمشيك في النفود مضبوط، ويبي يحميك بإذن الله تعالى من ان الكفر ما ينفسخ من الجنط. هذه لازم تنتبه لها. يعني انا مثلا داخل بموتري هذا وفيه عزبة، انتبه ان فيه عزبه ومعي حموله، بمعنى اني ما اسايف كثير في النفود، ما امشي مايل كثير لان احتمال انقلاب لا سمح الله، احتمال انفساخ كفر، ايضا تنسيم الكفر يكون حد معين بالنسبه لي انا لان معي حموله. فدائما اللي معه حموله يفرق عن الموتر اللي يكون فاضي. ف 15 انا جدا اشوفه مناسب في النفود. ننسم الان، نخلي الكفرات فيها 15 ونتوكل على الله وندخل النفود. انتهينا من التنسيم الآن. طيب أبو راشد أنا بدخل نفود، لازم أعشق الدبل ولا مو بلازم؟ إذا كان موترك من السيارات الحديثة اللي تكون دفع رباعي فالأفضل لك أيضا أنك تعشق الدبل، هذا ضروري علشان ما يكون في ضغط على العكوس. تعرفون الدفع الرباعي له عكوس، فيفضل أنك تعطيه خفيف دايم أو ما يسمى بدفلك وسطي. أما موتري الآن هذا لابد أن يعطيه دبل لأن أصلا هو دفع خلفي، فنعطيه خفيف مباشرة وتتوكل على الله. بالنسبة للدبل يا جماعة الخير، الدبل واضح أمامكم وكل السيارات تقريبا بنفس الرموز هذه. ال2H هذا الوضعية القيادة العادية اللي بدون دبل. لما تحط ال4H هذا الدبل الخفيف، بعدين مرحلة الN اللي هي الفاضي اللي هي بين التروس، بين الترس الخفيف والترس الثقيل، هذه لابد يكون مرحلة فاصلة اللي الضغط على تحت أو على فوق على حسب سيارتك. بعدين ال4L اللي هو الدبل الثقيل،
وما يخفى عليكم الفور اتش اللي هو العجلات الأربعة تدور بسرعة عالية، اللي هو الدبل الخفيف. معروف الدبل الخفيف هو أكثر ما يستخدم في النفود، دبل خفيف تعطيه خفيف وتمشي في النفود 40 50 60. الفور ال اللي هو العجلات الأربع تدور لكن لو منخفضة، لأن الترس يكون حاشر جدا، فأصلا من يوم تعطيه دبل ثقيل وتمشي بتلاحظ القاطع قريب مرة، وهذا يستخدم للغراز أو للطلعات الرقيات اللي يكون فيها ما فيها مشد أو ما فيها أخذ عزم كافي، أو كذلك سحب مقطورة، سحب سيارات مغرزة مثلا، نزول من منحدر حاد، يكون يستخدم هذا لأنه يمسك الموتر. هذا شرح لبعض الرموز. السيارات كلها تقريبا الدبلات بنفس النوعية هذه، بنفس الرموز، ما راح تختلف معك. من الأشياء المهمة يا جماعة الخير وانت داخل النفود، إذا كان موترك من السيارات الحديثة، تعرفون السيارات الحديثة بيكون فيها نظام التراكشن اللي هو مانع الانزلاق، انك تسوي له فصل كامل، يعني تعشق الدبل وتفصل نظام مانع الانزلاق، لانه بيتعبك في النفود، ما راح تسوق بشكل مضبوط، بيكون الموتر ماسك، لابد انه يفصل سواء بالزر اللي حاطين الوكالة تفصل، واذا كان الموتر ما له زر ممكن يضاف له او يركب له او يرهم له. السيارات تختلف طبعا، ما نقدر يعني لابد يكون من سيارة تفرق، لكن لابد نظام التراكشن يفصل في النفود. نظام الاي بي اس ان فصلته او ركبته الفاصل مثل وضعيتي الان، فصلت نظام الاي بي اس فهو الافضل، بحيث انك لو نزلت مع طعس او سيف او شيء الموتر يمسك نفسه بدل ما يبهذلك نظام الاي بي اس. وانت تمشي في النفود دائما يكون طبعا انت معشق خفيف، دبل خفيف، الغيار دائما يكون من 2 ل 3، ويختلف من سيارة على حسب حشرة الجير وحشرة الكورونا، يفرق. بعض السيارات تمد، بعض السيارات ممكن تخلي بالاول دايم، لان الجير اصلا ماد، ما يوصل لقاطع الا ابو 60 70 80 على حسب. لكن نتكلم عن الباترول فاتك مثلا يكون باثنين ثلاثة، 2 3 4 اذا احتجت مثلا انك في بعض الخباب اللي تكون ما فيها رمل قوي او ما فيها نفود قوي، فيختلف من موتر الموتر. لكن غالب السيارات انه يكون من 2 للثلاثة الى الواحد، هذه الغيارات اللي تستخدم في النفود. ايضا تنبيه مهم جدا، اذا كان موترك اي سياره جير اوتوماتيك، لا تدخل النفود الله يرضى عليك وانت حاط السياره بدي، لابد انك تحول الجير الى وضعيه التوبترونيك، تخلي على المانويل، تستخدم الواحد 2 3. الغيارات هذه تريحك بشكل كبير في النفود، ولا يقعد الموتر يرد معك في كل رقيه او كل طلعه. وانت تتمشى في النفود طبعا تاخذ الحيطه والحذر دايم وتنتبه. يعني النفود صراحة مو بحق واحد يعني يكون ماسكن في يده جواله أبدا، لأن أحيانا يواجهك أشياء تكون يعني مفاجئة بالنسبة لك. دائما ترجع بشكل سلس، تبعد عن الأشياء اللي تكون حادة، تبعد عن المراقي الطويلة. تقدر أنت أنك تسايس النفود لو تبغى مع الوقت لين يصير عندك خبرة وخلاص، يعني ما عندك مشكلة ترقى أي شيء تبيه، خلاص يكون يعني أنت عارف الموتر وعارف وزنيته وعارف ارتفاعه وعارف حمولك اللي معك اللي تناسبك. النفود دائما يكون فيه منازل بالطريقة هذه، يكون حاد النزول، أحيانا يكون فيه كت أمامي الموتر ويكسر معك، فتنتبه. النزول أحيانا ما يكون سيدة، يكون على ميول شيء بسيط. هذه أشياء عاد تختلف من سيارة، لكن عموما هي تنبيهات عامة يعني يا جماعة. لاحظوا الآن ما شاء الله تمشى بين الطعوس أو بين السيوف تقريبا بهداوة، لأن الموتر منسم الكفرات ودبل خفيف وخلاص، معطي نمرة. النفود طبعا الرمل مو بواحد، يختلف. في شيء يسمى بالرباضات في النفود، اللي تحس ان الرمل فيها غايص يمسك الموتر مسك قوي، هذه عاد تحتاج انك تنسيم طبعا وتنتبه له، يعني بحيث انك تكون حاضر لو مسك الموتر تعطي داسة على طول، بحيث انه ما يغرز بك على طول، لانك حتى وان غرزت بتطلع ان شاء الله، لكن بعض الاحيان يبهذلك بالخروج بسبب انه ماسك الموتر يعني. والرمل مثل ما ذكرت لكم يفرق، يعني مثلا رملنا هنا انا اشوف انه يعني يعتبر وسط مقارنة مثلا برمل الربع الخالي، المنطقة الشرقية اللي يكون الرمل فيها قوي مرة، يعني اللي هو يعتبر خفيف وغرازه قوي، فيفرق من مكان لمكان. الشجر قد ما تقدر يا جماعة الخير تبعد عنها، لأن ترى أحيانا تسبب حرائق. كيف تسبب حرائق؟ لما يكون الموتر جاي فوق الشجرة نفسه مغرز، فالهدرز نفسه
ممكن الله يستر. تعرفون شوفوا النبت كيف طريقته، اللي هو السبط وما السبط خفيف جدا، اي حراره او اي شيء بس شرر يشب معك على طول، فهذه خطير جدا، تنتبهوا له يا جماعه. وعادي تدخل تتمشى بكل هدوء، لا يجيك روعه. كثير من الناس اذا دخل نفود يرتاع مره، يختبص، ما عاد يعرف يسوق زين. والموضوع كله دائما يجي بالممارسه، ويعني اذا مارست عرفت. يجوني ناس دائما ابو راشد انا ما اعرف اسوق بالنفود، ودي اجي تعلمني مثلا نروح نسوق سوا. انا ما اصنف نفسي اني اصلا، انا ابي من يعلمني الحين، انا بكبري. بس يعني الشيء يجي بالممارسه. ما بتدخل نفود مره مرتين خلاص تعود، تصير عارف. بالعكس متعه، هو اصلا متعه، وتكون حذر 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 دائما. حزام الامان يكون مهم جدا انه مربوط، خاصه اذا كنت بتغامر. لابد تكون مجهز الامور هذه. ودائما حاول انك ما تدخل نفود لحالك، يكون معك احد. يعني جدا النفود احيانا يكون خطير والله، لو كنت لحالك تنقلب الله يستر وما عندك ابراج ولا ما عندك شيء، فيسبب لك الله يستر اشياء يعني تخاف انها تصير. طبعا هذا نفود وزفلت ونفود، يعني جاي بين نفود سهل يعتبر، مو صعب. لكن لو استهين به الان غرز ترى، يعني هذه نقطة مهمة جدا. أنت إذا دخلت النفود لا تستهين به، هو على البحر، على أشياء كثيرة في الحياة ما يستهان فيها. لأنك أحيانا تدخل تقول أنا خلاص، أنا إن شاء الله إني أبقى متمكن وكل شيء، لكنك تستهين وتحقر الشيء ثم تغرز. وإذا غرزت عاد صارت التغريزة صعبة جدا ومتعبة بالنسبة لك. شوفوا الآن أرقى شيء يعني يعتبر رقية كلها دعوة، نعطيه نمرة وحاشر ويرقى ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله، كل يسر وسهولة. تنتبه عاد الأشياء اللي يكون فيها ميول، خلاص كل يصير عارف وزنية موتره. السلام على الأجواء الجميلة ما شاء الله تبارك الله. طبعا ترى هوا لا يغركم يا جماعة، بس شال المايك اللي شابكه طالع الجو ما شاء الله تبارك الله. في هواء بس مو بذاك الهواء القوي. وهنا نوصل إلى نهاية المقطع يا جماعة الخير. أعتذر المقطع ما في ذيك الأشياء المرتبة مرة، لكن يعتبر يعني شيء في الخاطر، كمية معلومات بسيطة يعني نقدر أقول لعلها تفيد أحد يدخل المقطع. وإن شاء الله نوعدكم بالمقاطع الأجمل بإذن الله تعالى في الأيام القادمة. تشرفوني جميعا في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، سواء سناب، يوتيوب، تيك توك. فحياكم الله جميعا ويعطيكم ألف عافية.